يلا عرف القلب. القلب هو عضلة ينبض من السرعة مع استمرار الحياة. مع استمرار الحياة. زين. حجم القلب ايش كبره يعني؟ حجمه قبضة اليد. بحجم قبضة اليد. شو يسوي؟ ينقل شنو وظيفة القلب؟ الدم وجسم الإنسان إلى جميع أعضاء جسم الإنسان. زين. والدم شنو هو الدم؟ الدم ايه هو أحمر سائل اللون. أحمر سائل اللون. أحمر لون. صباحو يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وبأفضل حال. رجعنا بفيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم ويكون خفيف الظل عليكم. وأكيد مثل ما شفتوا ببداية الفيديو كنت أقري بنظوري. طبعا الصفوف الأولية امتحاناتهم بالبداية، وهسه بلشنا بامتحان الصفوف الرابع والخامس ابتدائي. وأكيد شفتوا شلون علست وغلطت بالتعريف، فصدق يعني دوخني. كل شوية قال ماما خلي أروح أباع التلفزيون، أو ماما خلي أسوي فلان شي، أو كل ساعة يطلع له فد عذر إنه بس يترك الدراسة. طبعا شايفين الطلاب دائما بنهاية السنة يقومون يتكاسلون من الدراسة، ما أعرف ليش. يعني ليش أخير السنة يصير عندهم خمول؟ ايه، فهم انتم مثلي جاي تعانون من جهالكم. صراحة خبلني المنتظر. وهسه حاليا طبعا خلصت الامتحانات والحمد لله والشكر، وهم مرتاحين. كل شوية مطلع لنا ماما خل أروح لفلان مكاني، ماما خل أروح لفلان مكان أو ألعب بفلان لعبة. ماما حبيبي بس تعطينا مجال، أخوانك عندهم امتحانات وإلى آخره، ما تخلص هوست الجهال. فشلونكم حبايبي؟ والله مشتاقة لكم. كومات. شلونكم؟ شخباركم؟ كتبوا لنا بالتعليقات سويتوا ما سويتوا بالعيد، وين طلعتوا، وين رحتوا. والله صراحة هذا العيد ما أعرف ليش هيك صار كلش سريع وكلش ما افتهمنا من عنده. يمكن لأن أكو مدارس، يمكن لأن أكو امتحانات، فبالنا مشغول ما مرتاحين، نفكر إنه أكو ورانا دراسة وامتحانات. وتعرفون دوخة المدارس إيش قد التعب. فالحمد لله والشكر على كل حال. هنا أنا بديت بالعشاء، وقلت خلي أصور لكم. هنا أنا خليت زيت بالبداية على ورق الزبدة، ومن بعدها خليت الكباب. بنات قليت أنا بيها طبعا فلافل، بس أبد ما عجبتني الطريقة والنتيجة. أول شيء لأن أكيد راح يكون ناشف الفلافل، صح كانت مقرمشة بس أبد ما عجبتني. وثاني شيء التصقت بورق الزبدة. فإن شاء الله الأيام القادمة إذا يعني أجرب إنه أسوي فلافل بالقلاية الهوائية، أكيد يعني راح أصور لكم وأشوفكم هم النتيجة. بس الصراحة أبد ما عجبتني. وهنا عندي باذنجان همينة قليت بيها، بس يعني شو أقول لكم، الصراحة همينة ما عجبتني حيل النتيجة، لأن أنا سويته يعني شرائح رقيقة. ما أعرف السبب إنه لأن حل يعني رقيقة أو شنو السبب ما عرفت. يعني طلع حيل الباذنجان ناشف. هنا أنا بنات هاي اللي قليتها بالقلاية الهوائية. طبعا قسم قليتها بإيدي لأن بطيئة بنات، فما تخلص بسرعة. فالمهم هذا عشانه وكملت، والحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين. وهذا الباذنجان بنات من بعد ما قليته بالقلاية الهوائية. وهسه وصلنا للختام. أتمنى عجبكم فيديو اليوم واستمتعتوا وياي. وهسه أقول لكم مع ألف سلامة، انتظروني بفيديو جديد.